السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة دكتور خالد الدواجن. نصلي على رسول الله عشان نكسب مع بعض حسنتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله. الكتكوت اللي قدامكم ده عمر 19 يوم. أنا مصور الفيديو دهوت بقالي يومين، بس إيه، ممكن يكون كسل، ممكن يكون عدم رضا عن أداء القناة بيخلي الواحد يهبط شوية في تنزيل الفيديوهات. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين الشكل واضح على الكتكوت. الكتكوت نسبة التريش فيه بسيطة جدا، بيدل إن الكتكوت رقم واحد متدفي كويس، تدفية كويس، متحضن بشكل جيد جدا، ممكن نقول ممتاز. عشان كده بسم الله ما شاء الله ربنا مدينا الاوزان ديت. كيلو 950، كيلو 950 عمر 19 يوم. بسم الله ما شاء الله باين على الكتكوت. يعني الكتكوت شكله بيبان. طيب وفي هيجي بعد شويه اهو كيلو 155 كيلو 155 جرام. بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة، حاجة ممتازة. ناس كتير بتسألني تقول لي يا دكتور انت جايب الكتكوت منين؟ انا جايب دول كانوا 130 كتكوت، 230 كتكوت، 230 كتكوت. ال 230 منفق منهم 30 كتكوت. يعني النوعية اللي انت شايفها اللي هي عاجباك ديت. انا قلت في فيديوهات قبل كده ان الكتكوت كان عنده مشكلة في عملية الايه الفقاسة، عملية الايه التفقيس. الحرارة عليت عليه، الحرارة قلت عليه، عملت ايه مشكلة. ابتدى النافق ده ينفق امتى؟ في العمر الصغير، عمر 3 ايام 7 ماتوا. عمر نزلت بالبان فلور. البان فلور معروف ان هو بيعمل عملية التئام للسرة، بيطهر الامعاء من الميكوبلازما من الاكولا يا ربي والسالمونيلا واي التهابات معويه. 4 ايام وقف النافق. مجرد ما بطلت البنفلور عاود النافق مره اخرى. تمام. شرحت واستخدمت الايه، ممكن استخدمت حاجه زي السبتازول البشري، حاجه اسمها كل بريم. 4 ايام متواصل. خلال الاربع ايام متواصل بقى سقط فراخ. اهم حاجه ان هو اللي مات في العمر الصغير، يعني لحد عمر ال 15 يوم، من عمر 3 ايام عمر 15 يوم سقطهم. بسم الله ما شاء الله. اللي باقي معانا دول ان شاء الله 200 كتكوت، 200 كتكوت. الدنيا ماشيه تمام الحمد لله، ما فيش اي مشاكل. بس انا مش عايزك يعني تشوف شكل الكتكوت كده تقول يا دكتور انت جايب الكتكوت ده منين ونوعه ايه والكلام من ده. ما بالك انت لو جايب 5000 6000 كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ لو انت كمربي عادي وما عرفتش تتعامل مع الكتكوت وتاخد بالك من ان في مشكله وتسرع بالتعامل مع المشكله، وبعد ما تسرع بالتعامل مع المشكله تمام بيظبط ويبقى بالشكل اللي حضرتك شايفه ده ممتاز. شكل الايه، شكل ممتاز. طيب اليوم اللي فاتهم يوم النهارده يعتبر يوم الحد ويوم الاثنين اللي هو النهارده. يوم الحد كانت درجه حراره 29، النهارده كانت 28 على درجه حراره كويسه. لكن الناس اللي بتربي في البطاريات لازم تاخد بالها من عمليه التهويه وتشغل الشفاطات، وتشغل الايه الشفاط، والشفاط يسحب هواء غير مباشر على الفراخ. يعني ما تفتحش فتح مباشر الهواء يخش كده في الكتكوت مباشر، لا ده هيعمل لك برد، يعمل لك ايه برد. تمام. طيب لكن الشفاط يدخل ممكن من خلال الخلية، بس الخلية برضو مش هيبقى فيها بلل ولا اي حاجة، هيسحب هواء رطب عادي، او من الناحية الشرقية او من الناحية الغربية. تمام. لان انت بتكون حاطط الخلايا في البحري والقبل بيكون في الايه في الشفاط، وتعمل على عملية تجديد الهواء باستمرار في الايه في المكان اللي انت بتربي فيه، عشان ما يظهرش عندك بكتيريا لا هوائيه اللي زي الكوكسيدا والايه والكوليستيريديا. لكن الناس اللي بتربي على الارض مش هتقلق،
لان في مساحات وتباعد بين الفرخه والتانيه، وال بيبقى يعني ايه، مش هيحصل عندك اي نوع من الاحتباس الحراري. لكن الفراخ المتربيه في البطاريات بتبقى عايز تاخد بالك من درجه الحراره، لان بيبقى فيه تقارب بين الفراخ، وبنحط عدد كبير في المتر، يبقى لازم تهويه جيده عشان ما يحصلش عندك احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده هيعمل لك مشاكل تنفسيه، يا لها مشاكل ايه معويه. الاهتمام بمضادات السموم في العمر دهوت على الأقل 3 مرات في الأسبوع، معدل من 1 سم لحد 2 سم حسب نوع المضاد السموم اللي بتستخدمه. الاهتمام برافع المناعة، سواء كانت روافع مناعة طبيعية أو مرافع مناعة ممكن تشتريها من البيطري. أحسن رافع مناعة ممكن تصنعه على إيدك في البيت هو الخل والليمون والثوم والبصل، يعتبر رافع مناعة وغسيل كلوي ومضاد حيوي في نفس الوقت. عدم الإهمال في تنظيف أدراج السبلة ولو ليوم، لأن في ناس بتسيبها باليوم والتلاتة، لأن ده هيعلي عندك نسبة الأمونيا وهيعلي عندك الريحة في المكان، وده هيأثر معاك على الكتكوت. لازم ناخد بالنا ان في تفاوت ما بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة بالليل. درجات الحرارة بالنهار بتطلع ل 29، وبالليل ممكن تنزل لحد 20 او تنزل لحد 17 حسب المكان اللي انت بتربي فيه. يبقى لازم اكون واخد بالي وادفي الفراخ كويس بالليل عشان ما يحصلش عندي مشاكل تنفسية. بسم الله ما شاء الله. المنظر العام للكتكوت بيوحي بان الكتكوت بتاعنا بسم الله ما شاء الله ممتاز، بس احنا وصلنا للمرحله دي بتدفئه جيده، بتشخيص العلاج او المرض اللي موجود عند الفراخ. التهاب سره جديد، عالجناه بدري بردي مع سنه سالمونيلا واكولاي في الكتكوت. تمام. طيب، قلت الاهتمام بالتهوية، حاول تعلف على وجبات. يعني الناس بتقول لك اعمل برنامج إظلام. طب الهدف من برنامج الإظلام هو ان الكتكوت يريح شوية، وبعد ساعتين يقوم ياكل. تمام. طيب، انا مش عارف انفذ برنامج الإظلام في الشتاء عشان التدفئة، وممكن يحصل اي مشكلة والجو ضلمة، فرخة تخبط اي حاجة، يحصل اي مشكلة في عملية يحصل عندك في المزرعة. اعمل ايه؟ التعليف على وجبات، ان انت تعلف على وجبات. يعني ايه تعلف؟ اللي الفراخ تاكل ميبقاش قدامها حاجة بسيطة، بحيث تيجي ممكن تعلف على نظام 3 وجبات او على نظام وجبتين. انا بس الافضل على نظام 3 وجبات. انا بعلف الصبح مرة، العصر مرة، بالليل مرة. تمام. نظام 3 وجبات ممتاز جدا. الفرخ مجرد ما بتحط الاكل بيقوم يجري على الاكل، ياكل يشرب يرقد في مكانه وخلاص، انفض الموضوع. نظام 3 وجبات، لكن المية موجود قدامه باستمرار، ما فيهاش اي تغيير. نظام الوجبات ممتاز جدا جدا في عملية في عملية آه، رفع معدل التحويل، لان طول الاكل ما موجود قدام الفرخ نيته مسدوده. لكن انا لما بجوع اعلف الصبح مره، وتاني لحد العصر مثلا او لحد الساعه 3 من غير اكل. مجرد ما بعلف ياكل ينام، يرجع تعلف تاني بالليل العشاء الساعه، انا بعلف تاني حوالي الساعه 10:30 11 بالليل تاني. فرخ يقوم ياكل. حاجه ممتازه جدا جدا، يعلي معاك نسبه التهوية الجيدة، التدفئة الجيدة، الاتنين معدلين مع بعض، مع تنظيف الأدراج. وبالنسبة للناس اللي بتربى على البطاريات، التهوية بحساب بالنهار، وبالليل على الحد الأدنى، مع تظبيط الفرشة وتنظيف الأماكن المبلولة فيها واستبدالها بنشارة جديدة. نشارة جديدة. تمام. التهوية بالنهار بتعمل على تنشيف الفرشة، لأن النهار الجو بيكون حر، في درجة حرارة، الهواء بيخش ينشف السبلة وينشف الفرشة. لكن انت لو بتكتم هتبص دايما عندك الفرشة مبللة، تقول يا دكتور دايما الفرشة متبللة. سبب تبليل الفرشة هو تكاثر نسبة ثاني أكسيد الكربون في المكان، فما بيكونش فيه هواء
عشان يعمل عملية تجديد للهواء. كل ما كان في نسبة تجديد الهواء